عاش بينا كفنان وعشنا معاه وشفنا في أعماله. كان بيمتاز بتسجيل حرف السين. يعني ما كناش بنشوف التشكيل للوحة والتكوين لحرف السين أكتر من أنها كتلة معمارية داخل عمل فني متكامل، كان بيعمل بيها اتزان وتنوع لا حصر له. يعني كانت أعمال الدكتور كمال السراج كانت بتمتاز بالرصانة وكتلة التشكيل للقيمة التشكيلية للحرف العربي، وترجمته بأصالة وبقيم تشكيلية تخالف تماما الخط اللي احنا كلنا متعارفين عليه. كان حاجة فيها خصوصية شديدة جدا تسمى كمال السراج. مع بعض حوالي 43 سنة، وعندنا أولاد، عندنا بنت كبيرة وولد. الحمد لله الحمد لله واخدين طباع أبوهم، الهدوء والثقة في النفس والأدب الجم زي ما بيقولوا. والحقيقة طول ال 43 سنة دول أنا ما اعرفش طاره ازاي، لانه كان محترم جدا في البيت ودمه خفيف جدا وتعليقاته كتيره، وما يحبش حد غريب يخش البيت كصيانه في البيت. يعني هو اللي بيصلح الراديوهات بتاعتنا، وهو اللي بيظبط، هو اللي عامل تقريبا الديكور بتاع البيت كله، وعاملينه مع بعض بايدينا. يعني مش عايزه اقول لك، اما اتجوزنا جديد كان تقريبا البيت فاضي خالص، ما كانش عندنا موبيليا، ما كانش عندي اوضه سفره، ما كانش فيه انتريه، كل الكلام ده ما كانش فيه، مجرد شقه بحيطان. فعرسان جداد وبنحب بعض وقاعدين مع بعض لوحدنا وما فيش اولاد، يلا نرسم على الحيطه سوا، يلا نلزق ورق حيطان في الحته دي، نلزق ورق حيطان في الحته دي. ورق الحيطان اللي عنده مش بنشتريه، لا ده هو كان مجمع الداخلي بتاع علب السجاير، لانه كان مدخن. الداخلي المفضد والمذهب كان بيجمعهم عشان اللوحات بتاعته. فلما لقى كميه كبيره عنده فابتدينا نستعملناها في الحيطان بتاعتنا، فادت شكل جمالي وادت فكره جديده. بقت مهندسين ديكور بتحطهم بقى بعد كده في ديكوراتهم في كل مكان تاني.